طبعا هنا من الذي لا يقول عنهم ليسوا مسلمين؟ هو الله عز وجل. يعني لا أهل السنة ولا اليهود ولا النصارى ولا أحد يقول عنهم ليسوا مسلمين. الذي يقول عنهم ليسوا مسلمين هو الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل الشيعة يعبدون الله أم يعبدون المراقد؟ بالدليل والبرهان. يعبدون الهياكل العظمية المدفونة في النجف وكربلاء، ويعبدون الهياكل العظمية المدفونة في إيران. صح؟ إذن الله خلق الخليقة لتعبده، الشيعة خالفوا وعبدوا القبور. الله سبحانه وتعالى يأمر الخليقة بأن تؤمن بالحجة المعصوم القرآن الكريم، ويقول سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن الله عز وجل أنزل الذكر اللي هو القرآن، والله عز وجل تكفل بحفظه، والله عز وجل يقول في آيات أخرى: إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. الله سبحانه وتعالى تكفل بجمع القرآن وتبيانه ونشره وإيصاله للبشرية. ويأتي الشيعي ويكتب كتاب اسمه الكافي ويقول القرآن ليس كلام الله. هذا نحن كفرنا أم الله؟ الله عم يكفر الله عز وجل. الله عز وجل يفاخر في الآيات الكريمة بقرآنه العظيم. يأتي الشيعي يقول: عادي، حتى لو فاخر الله بالقرآن، القرآن لا نؤمن به. سيأتي لؤي مع كرتون ماكدونالد وفي قطعتين ومع قرآن. من اللي قال لك ذا الكلام يا شيعي؟ قال لي ميرزا الإيراني الكافي. يعني أنت تؤمن أن هناك قرآن آخر؟ نعم، سيأتي قرآن آخر بعرض جديد به كاتشب، وماكدونالد أيضا مسؤول عن العروض هذه، وسيأتي ويكون مكتوب به هذا هو القرآن الصحيح. طب نحن ندعوك ألا تؤمن بهذه الأمور يا شيعي. يقول: لا أقبل، أريد أؤمن بما كتب الإيراني إلى أن أموت. خلاص، من كفروا؟ نحن كفرنا، نحن أخرجنا من الإسلام. يا أخي رب العالمين أخرجوا من الإسلام. الله أكبر، العزة لله. أذن العشاء هنا في الرياض، فإذا في مشرف يستلم يكون جاهز. خيل خب. الله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نذهب إلى الشيعي في بيته أو في بيت المتعة جالس يقشم حب وينتظر الإيراني، وأخواته أيضا ينتظرون الإيراني جالس يقشم حب. ندخل على الشيعي يقول في الحسينية وفي بيت المتعة وفي الشارع وفي سيارته وعند المراقد: يا فاطمة أغيثيني، يا زينب ادركيني. هل هذا يوافق الآية؟ الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هل فاطمة من أسماء الله؟ هل زينب من أسماء الله؟ هل الكشر من أسماء الله؟ لأن العباس معناها بالعربي الكشر، يعني اللي ما يضحك، العبوس. هل الله عبوس؟ هل من أسماء الله العبوس؟ وأيضا يقول الله عز وجل يبتعد الشيعي عن التأويل، يعني يقول: أنا دعوت الجماجم تأويلا. يعني يوم القيامة ينتظر الشيعي ليقول: أنا دعوت الهياكل العظمية، كان عندي الأمر تأويل، أنا اعتقدت أنهم من أسماء الله لأن كل شيء لله. طيب، في آية أخرى تدخلك جهنم: لا تدعو مع الله أحدا. يلا، آية صريحة: قل سمعا وطاعة. تفضل، قل يا شيعي سمعا وطاعة، لا تدعو مع الله أحدا. يلا، هذه فيها تأويل؟ هل هذه فيها خديعة؟ هل نبينا صلى الله عليه وسلم أحد؟ نعم. هل الخليقة أحد؟ نعم. الله يأمرك بألا تدعو أحد من الخليقة مع الله. ماذا ستقول يوم القيامة؟ لماذا كنت تنادي علي ولؤي ومدحت واغيثوني ومدري ايش؟ يلا، إذا لا تظن أن هناك تأويل. لا، هناك آيات حبيبي واضحة وصريحة. السلام عليكم يا شيخ، في نصرانية تبي تدخل في الإسلام، كيف؟ تؤمن أن النبي نبي يا مرجان؟ قل لها: النبي صلى الله عليه وسلم محمد العربي أتى بدين من الله وهو خاتم الأنبياء، فإذا أردت أن تدخل الإسلام لابد تؤمني بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وأنه أتى بالخير والحجة وكتاب الله وهو القرآن الكريم. إذا آمنت في هذا الأمر فقل لها: اشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا رأيت منها خير علمها النسك كيف تصلي، كيف تستغفر، كيف. عرفت يا شيخ؟
علمها النسب. وعيسى نبي، نعم لابد تؤمن به، هو ليس في الشهادة، ولكن لكي يتأكدوا أن المسيحية اعتقدت بأن عيسى نبي لكي لا يبقى في قلبها رتوش يعني. ولكن عيسى نبي ليس من الشهادة يعني. أنا مسكين السؤال شاني شفت شيعي في المدينة ما يسلون مع الجماعة. هم يا شيخ الشيعة يعني ليسوا على نهج الإسلام. الشيعة على نهج إيران. إيران ألفت بعض الكتب وكتبت بها عقائد وخرافات وأمور، فكثير من العرب خدع بإيران وآمن ببعض كتبها يعني، وانخدعوا الشيعة وظنوا أن إيران شيعية وكذا. لا، هي ألفت عقائد ليست من الإسلام، وألفت أمور بعيدة عن الخير. وين غرفة بركة؟ اكتبوا له غرفة بركة يا شيخ، لو تكتبوا له الغرفة خليه يروح يشوف يستفيد. ممكن تكلمها، هي عندك موجودة في الغرفة يا مرجان؟ هي موجودة الآن معنا في الغرفة؟ موجودة؟ من أي بلد؟ من أي بلد يا شيخ؟ هذا الأخت وضعت لك اسم عراقية، والله ونعم، حياها الله. عموما أهلا وسهلا فيها، والله يا رب يرزقها الخير، الله يرزقها الخير ويرزقها إن شاء الله أن تكون في الجنة والجنان يوم القيامة، وأن تفرح. ونقول لها إنها إن أرادت الإسلام وقلبها قبل الإسلام فتأكدي أن الله يحبك، لأنه لا يدخل الإسلام ولا يدخل رحمة الله إلا من أحبه الله. فنسأل الله أن يرزقك الإسلام وأن يمن عليك بالخير والبركة، وأن تكوني سبب في هداية الآخرين. عندنا الغرفة حقة الأخت لو تدخليها وضعوها لك يا أخونا مرجان، وضعوا لك اسم الغرفة، ما أدري تستطيع تدخلها؟ لن تستطيع تدخلها؟ القسم الأوروبي. لا بس هي عراقية يعني عربية. طيب جرب ادخلها يا مرجان، جرب ادخل الغرفة وبلغهم لكي ان شاء الله تتكلم براحتها مع الاخوات يعني. اي بلغهم في الغرفة انها يعني عربية وكذا، وان شاء الله الاخوات يعني تكون مرتاحة معهم في الاخذ والعطاء. هو لا يستطيع الدخول لان اسمه اسود. طيب على كل حال يا مرجان، على كل حال إذا لا يوجد يعني قدرة أن يدخل غرفة الأخوات، فنحن نقول يا أخونا مرجان إذا هي الآن معك أو نك نيمها آخر، ولا هي مرجان أنت وياها في نفس الاسم، يعني أنت وياها في نفس الاسم. يا شيخ وش سؤالك يا ويبس؟ وش سؤالك؟ وش سؤالك يا شيخ؟ ماذا تقول لربك يوم القيامة عندما يسألونك عباد الله عن أظلم القتل والسفك في أعراضهم وما شابه وتتم تغيير الحوار، ماذا تقول؟ والله يا ويبس نحن لا نتكلم إلا على الدليل والبرهان. فسؤالي لك عندما أقول الإيراني يدخل كربلاء ويفعل الفاحشة بالعراقية $5، أنا كذاب؟ قل لي أنت كذاب بس، أو أصمت. فعزيزي نحن نتكلم لأن عندهم عقيدة المتعة وينشرونها باسم الإسلام،
وينشرونها باسم الإسلام، فلا بد أن نذكر الأدلة لكي ننبه إخواننا أن هؤلاء الشيعة يستخدمون الزنا بنشر الدين. لك عندي أن تقول لي كذاب، أو لك عندي أن تقول لي أنت صادق. أما أنك تتهمني أعراضهم وأعراض، ايش دخلنا في أعراضهم عمي؟ ايش دخلني في أعراضهم؟ عمرك شفتني قلت الشيعي أنت زاني، ولا قلت الشيعية أنت زانية، ولا ايش دخلني في أعراضهم يا رجال؟ أنا أتكلم بما عندهم في كتب، بما عندهم من كتب، وانتهينا. ما يخالف انت سني ولا شيعي، أنا كلامي رد على جوابك، أنا أتكلم بما في كتبهم بس. وصلت الفكرة ولا لا؟ طيب يا مرجان، لا، ما عندنا ممنوع تسب المهدي ونرجس يا ويبس، يعني ان عندنا هنا الغرفة ممنوع للإساءة لرموز وأصنام الشيعة، ممنوع. ليش؟ لأنهم سيسبوا الصحابة وسيسبوا، فممنوع الشتم إلا بسبب صراحة، ولا اللي يعني يصبر إن شاء الله له أجر ثواب. لكن ممنوع الشتم يا شيخ لئلا يكون سبب في شتم الصحابة، نرجو أن تنتبه لهذه النقطة. حلو، فهمت يا ويب؟ طيب يا الله أكبر منك ومن حاورك، والله بكيفك يا وبس، بكيفك. إذا تكلمنا في أعراض الناس عند الله ما تروح، الله بيعاقبنا في الدنيا والآخرة، الله بيعاقبنا في الدنيا والآخرة. لكن إن ذكرنا بعض الأدلة أنهم يعبدون القبور، أن عندهم عقيدة متعة، أن عقيدة عندهم مثلا العصمة، هذه أمور في كتبهم، فأنت لا تريد أن نذكرها. يا أخي اتق الله، اتق الله. المفروض أنك تسعى لفضح المعتدي. صحيح لا. طب ما أدري، ابشر يا أخونا سيف، ما أدري يا أخونا مرجان أنت معنا؟ يا أخونا مرجان أنت معنا؟ طيب تحب نسمع الأخت تعلن الشهادة؟ تحب يا مرجان نسمع الأخت تعلن الشهادة بأن تقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأشهد أن عيسى عبد لله ورسول. هذه الشهادة للمسيحية لكي قلبها يكون بعيد عن الشوائب، بعض الشوائب والشك. يلا بكيفك، فرحنا أخي، فرحنا، خذ يلا. إذا جاهز اكتب 4. بالعكس إن بالنسبة لنا نفرح وما عندنا أي مانع. إذا جاهز اكتب 4. يا شيخ عطها المايك، يعني اترك المايك. طيب سيف انت داخل المشرف؟ دقيقة، سيف داخل مشرف يعني قادر تستلم الإدارة؟ طيب اتفضل يا مرجان لك المايك او لها لتنطق الشهادة، والإدارة مع اخونا سيف. السلام عليكم. تفضل يا مرجان، تفضل، او خلي الاخت تتفضل تنطق الشهادة. السلام عليكم. مرحبا. انت تعلمني اسلام. أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتي مسموع يا أخوان؟ في عندي صوت يا أخوان؟ طيب بارك الله فيكم. أختنا سامحتني، يا أختنا بارك الله فيكي، إذا سامحتني أعطيني واحد على التكست. أختنا إذا سامحتني خفوا شوية يا أخوان على التكست بس عشان ما تسرلقش الغرفة بعالها. اطلعي إذا سمحتي، الإخوان راح يكتبوا لك الشهادة على التكست،
واقرأيها بشكل صحيح. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى رسول الله. رجاء يا إخوان اكتبوا الشهادة على التكست، وما أحد فيكم يكتب على التكست، خلي الأخت تنطقها بالشكل الصحيح. هاي كتبها أخونا طالب. تفضلي أختنا بارك الله فيك، جزاك الله خير. انطقي الشهادة بالشكل الصحيح لكن العقد. أشهد لا إله إلا الله وأشهد محمدا رسول الله. عيسى رسول الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وجزاك الله خير. أسأل الله العظيم، نعم يا أخونا يوسف، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح على قلبك وأن ينور بصرك وبصيرتك وأن يثبتنا وإياك على الحق. طيب أنا أفضل يا أختنا بارك الله فيك وجزاك الله خير فضلا لا أمرا أضيف أحد الأخوات. من منكم يا أخواتنا بارك الله فيكم تتطوع؟ أختنا أمنا أم محمد بارك الله فيها، أختنا كوين، أفضل أنكم تضيفوا الأخت معاكم وتدخلوا معها وتعلموها على مذهب أهل السنة والجماعة. نعم إن شاء الله يا أخويا الرجال. ورجانا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب أجرها في ميزان حسناتك. هاي أختنا كوين موجودة، اللهم ثبتها يا رب. طيب أختنا ضيفي أختنا كوين عندك